أصدقائي، وفترة جديدة مفتوحة من فتراتنا لمساء الخير يا اسكندرية. نسعد بكم نحن فريق العمل من كنترول الإذاعة. يحييكم الزميل فتح الله الحلفاوي. في التنفيذ على الهواء لكم أرق تحيات من الزميل محمد عبد السلام. أرق تحيات يقدمها لكم الزميل مجدي في الإعداد والتقديم. تحياتي وحبي لكل مستمعي في كل مكان. منال زيدان. وعمار يا اسكندرية يا جميلة يا مارية، وعدي ومكتوب عليا ومسطر على اليمين، ومسطر على اليمين. لا شرب من الحب حبة وانزل بحر المحبة واسكن حضن الأحبة والناس الطيبين، والناس الطيبين. حكاياتك يا زيزينيا حواديت وناس ودنيا في حواري اسكندرية وليالي المنشدين. واما التاريخ يواكب ويزاحم بالمناكب يتعبى في المراكب وغناوي الصيادين، يتعبى في المراكب وغناوي الصيادين. وأصدقائي، بنسعد أن يكون معنا ضيف لهذه الفترة الفنان المخرج عمر زكريا. أهلا بك عمر. يمكن زي ما اتفقنا يا منال أنا وأنت الفترة القادمة دي بنحاول نفسح فترة الهوى الثقافية لشباب المبدعين في اسكندرية وفي البحيرة في كافة مجالات الإبداع، في السينما، في المسرح، في القصة، في الشعر، في الرواية، في التمثيل، في الموسيقى. فإحنا من خلال هذا يعني التعاهد بيننا يعني الإصرار على أن احنا نقدم للشباب المبدعين. النهاردة معنا فنان مخرج عمر زكريا، فنان سينما قصيرة، سينما روائية وقصيرة، وسينما يمكن أول واحد عمل سينما سيلفي في مصر. ويمكن بعد قليل ستلحق بينا برضو مطربة شابة هي سحر صالح، إنما هي في الطريق لسه ما وصلتش. نستمتع برضو بصوتها وبأغانيها. عمر أهلا بيك معنا. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. الله يكرمك. نتكلم بقى عن قصتك مع الإخراج ومع السينما. تمام. وحضرتك زي ما قلت طبعا بعمل أفلام سيلفي. الموضوع بدأ معايا من 2012 كده، أول فيلم عملته. الفكرة أصلا جت من يعني من حوالي نقدر نقول من 5 سنين كده. يعني أنا عندي 25 سنة، فمن 20 سنة ما كان عندي 20 سنة يعني من 5 سنين يعني. من 5 سنين جات لي فكرة فيلم فطرحتها على ناس أصدقائي بيعملوا زي فيديوهات كوميدي كده على اليوتيوب. فقلت لهم أنا عايز أعمل قصة فيلم وكده، فسمعوني وكده، وما كانش حد يعني بأفكارك أو مؤمن برسالتك إن أنت عايز تعمل إيه. فما رضوش. فجيت على 2012 قلت خلاص أنا هبدأ أعمل أفلام وأشتغل مع نفسي. يعني هعمل أي حاجة بأقل الإمكانيات وبأبسط حاجة معايا. وفعلا عملت فيلم اسمه لحظة غضب. كان فيلم صامت، كان بيتكلم عن أخين توأم. أنا كنت عامل شخصيتين، واحد كويس وواحد معاق ذهنيا. لا معلش بقى نتوقف قليلا بس عشان المستمع يكون معنا عشان ما يتوهش مننا. احنا عارفين ان الصورة السيلفي دي اللي انا باخدها لنفسي يعني. لنفسي بالكاميرا بتاعتي بموبايلي او بالكاميرا الديجيتال. الفيلم سيلفي يعني هل يعني عايزين بقى يعني ايه فيلم سيلفي بقى؟ ما هو سيلفي اللي هو ماي سيلفي اللي هو نفسي. الفيلم سيلفي لانه قايم بكل حاجه لوحدي، التمثيل، الاخراج، المونتاج، القصه، السيناريو. بتصور نفسك لوحدك برضه؟ وبصور نفسي، بحط الكاميرا قدامي بثبتها على اي حاجه، لان انا الفيلم ده كنت مصوره بتليفون موبايل. فبحط الكاميرا قدامي وببدا اصور. ووالدتي طبعا هي اللي يعني بتساعدني في التصوير وكده. لو في يعني كادرات محتاجه يعني مشاهد محتاجه حركه او كده، والدتي بصراحه كانت معايا يعني وتعبت جدا معايا بصراحه، وعايز اشكرها من هنا من مكاني هنا. بتصور بقى نفسك يعني انت صاحب السيناريو والقصه والاخراج والتصوير كل حاجه. اعمل كل حاجه لوحدي، مفيش حد معايا خالص. بس واللي بيساعدني في التصوير زي ما قلت والدتي، وبحط الكاميرا قدامي وبدخل جوه الكادر اتصور وارجع اشوفها كده يعني. بس ولو حاجه مش عاجباني ببدا اعيد المشاهد وكده. بس فده كان اول فيلم ليا وكده. لحظه غضب. لحظه غضب كان بيتكلم عن ايه بقى؟ كان بيتكلم عن اخين توأم، واحد كويس واحد معاق ذهنيا.
الكويس ده جاب زي دولاب جديد للبيت. فدخل بعد كده الاوضه، لا اخوه المعاق بيشخبط له عليه، فطبعا اتضايق جدا ان هو جديد وكده، فازاي يعمل كده، فضربه. وبعد كده زعل ان هو ضربه، بالاخص ان والدته كانت موصيه عليه قبل ما تموت، فاتضايق طبعا. جاء بعد كده يعني بيمسح اللي هو شخبطه او بيقرب من الشخبطه دي، اتضح ان اخوه كان كاتب له مبروك يا اخويا. هو قد ايه كان بيحاول يعبر له عن حبه يعني ليه. فيلم انساني يعني جدا. اولا كمان يعني هو بيحاول، يعني انت بتحاول من خلال افلامك برضو تروج انسانيا لمبادئ جميلة يعني. وتقريبا كل افلامي كده، ما بتكلمش في حاجه غير الانسانيه والمجتمع وكل افلام اللي هي المؤثره، التراجيدي كلها. فكرة جميلة طبعا، جميلة قوي طبعا. بحاول اعمل حاجه والله اوصل فيها رساله للناس، اوصل حاجه كويسه. بعد الفيلم الصامت ده بقى، بعد الفيلم ده عملت بقى فيلم في 2013، يعني تقريبا كل سنه بعمل فيلم يعني. 2013 عملت فيلم اسمه نقطه ضعف. الفيلم ده اللي انا كنت بحكي عليه مع اصحابي وانا عندي 20 سنه ساعتها. قلت خلاص، لما انا بعمل افلام السيلفي وبشتغل لوحدي، انا برضو هعمل الفيلم ده لوحدي. برضو كان 2 توأم وكده، وكان مدته حوالي 10 دقايق. وكان بيتكلم عن الصراع ما بين الاخوات، برضو الخير والشر، او واحد كويس وواقف دايما شايف نفسه كويس، عارف طريقه صح، وواحد مدمن الدنيا واخداه بيشتغل ديلر عشان يجيب فلوس وحاجات زي كده. بس وبيدور الصراع بينهم طبعا. والفيلم ده شارك في كذا مهرجان وكذا مهرجان دولي، واخد مركز اول اسكندريه في مهرجان ابداع 2 السنه دي. السنه دي دي اللي بتنظمها وزاره الشباب. جميله قوي. وشارك في مهرجان اسكندريه الدولي ومهرجان الاسماعيليه الدولي. ولسه في تاني، يعني في مهرجانات تانية. بس الحاجات دي برضو بتبقى عايزه شويه تقنيات، يعني مش مجرد انك تصور نفسك والقصه، يعني التصوير في حد ذاته عايز تقنيات وزوايا مختلفه واضاءات مختلفه والوان مختلفه. يعني هل درست الفيلم نفسه يعني انك تصور ده حاجه، لكن انك تعمل فيلم وتنزله والناس تشاهده، يعني ده برضو قصه كبيره. عندك خلفيه كنتوا يعني درست حاجه ولا ايه؟ درست مؤخرا درست، اخدت ورشه تصوير مع استاذ سعيد شيمي طبعا، وانا يعني طبعا كنت يعني كبير طبعا، كنت من ضمن المحظوظين بصراحه ان انا اخد معاه يعني مع الاستاذ الكبير ده. واستفدت كتير طبعا، واخدت بعض دروس في مكتبه اسكندريه، كانت بعض ندوات كده للمونتاج وللسيناريو والتصوير والاخراج، وقراءه من على النت بقى وكده. احنا نسينا في البدايه نساله، انت دراستك الاساسيه ايه؟ انا بدرس حاليا سياحه وفنادق. يعني انت لسه طالب؟ لسه طالب في ثالثه، بس داخل يعني دخلت تعليم مفتوح وكده، مش كليه عاديه. بس بتكمل يعني دراستك وبتحاول بكمل دراسه. تحاول انك تخلي الفن ده طريق موازي يعني. بالظبط. الافلام دي كلها افلام سيلفي؟ كلها سيلفي بقى، لان بعملها لوحدي وبصور نفسي. طب مش بتفكر تدخل بقى مجال الافلام التسجيليه، افلام الروايه القصيره، الروائيه القصيره؟ ما كل ده يعتبر روائي قصير. ما هو الفيلم روائي قصير له قصه يبقى معاك كاست بقى وممثلين ومخرج وسيناريو، يعني بدل ما انت محتكر كل حاجه كده. ما انا بعد كده ان شاء الله يعني ناوي يكون معايا كاست عمل وكده. انت عايز تسجل نفسك اول واحد واهم واحد عمل افلام سيلفي في مصر؟ لا، هو الفكره والله يعني انا اتحطيت لي يعني في ظروف معينه طلعت مني كل ده. يعني انا ولا كان في دماغي اني اعمل كده خالص، ولا هشتغل لوحدي، لان اصلا كمان السينما ما ينفعش تشتغل فيها لوحدك بمفردك. فده حصل معايا لظروف معينه، يعني اللي هو ايه، يعني مش انا قمت من النوم مره واحده انا عايز اعمل فيلم يلا همثل، لا، في ظروف وفي دوافع حطتني في المكان ده. بس وكمان يعني كمان عايز اقول ان انا يعني برضو في الفتره دي حصل لي حوادث كتير قوي، فحسيت ان انا خلاص يعني انا قربت جدا من الموت، فقلت انا عايز اعمل حاجه علشان ما ابقاش كمان يعني دخلت الدنيا وطلعت منها من غير ما اعمل حاجه، من غير ما اوصل رساله. يا عمر انت سنك 25 سنه يا عمر، في ايه؟ لا والله فعلا ده حقيقي، جت عليا جت فتره كده حصل لي كذا حادثه ورا بعض وحوادث جامده قوي، فقلت خلاص انا يعني لا هو يمكن ربنا بيديك يعني عبره لحاجه ثانيه، ان الانسان على فكره لما حصل له حادثه او حاجه زي دي انه يتمسك بالحياه، وان الحياه فعلا نعمه من عند ربنا، نستحق ان احنا يعني او تستحق ان احنا نبذل يعني الكثير عشان
نتمسك بيها اكتر، وان زي ما انت بتقول الوقت ضيق لازم نعمل فيه اكتر ونجتهد اكتر ونجاهد اكتر في الحياة، لكن مش بالمنظور المتشائم اللي انت بتقوله. هو ده كان دوافع ليا بصراحه، يعني حطتني في الجزء ده ان انا ابدا اعمل حاجه واوصل رساله نظيفه، اوصل رساله كويسه للمجتمع وللشباب وكده، على قد برضو يعني باقل حاجه معايا، باقل الامكانيات. وكمان الفنان ما بيموتش، يعني الفنان عايش باعماله. فانا قلت كمان يعني حتى كمان لو حد بعد كده يعني انا جيت على باله مثلا، او حد عايز يشوفني، مجرد ما هيدخل على النت هيجيب افلام وهيشوفني يعني. بس هبقى عايش برضو في ذهن الناس، مش هموت. لا ان شاء الله. ده انت فرصه انك انت تعمل ده موضوعات كتيره، قضايا الارهاب والادمان والانحراف بتاع الشباب والتحرش الجنسي يعني موضوعات كتيره قدامك مفتوحه انك تبتدي تعمل فيها مجموعه افلام وتخليها لنا بقى. في حاجات كتيره فعلا في دماغي والله، وبحضر لحاجات دلوقتي ان شاء الله اعملها قريب يعني، بجهز. انا مش قاعد والله، بحاول اعمل حاجه ان شاء الله اللي جاي. برضه الحاجات دي بتبقى عايزه مصاريف، يعني لبس وازياء طبعا، ومونتاج بقى والاضاءه والاضاءه طبعا ده كله على حسابك طبعا، كلها استكلافه. طبعا ما المنتج برضه انت المنتج برضه. طب اسمح لنا ان احنا برضه نديك يعني قدر من الراحه كده ونسمع حاجه فنيه. يا حبيب احنا الشمعات اللي بتسهر علشان لياليك، وانت بالشمع بناخد من روحنا ونهديك. وفي كل زمان وكل مكان الفن رسالة نور وحنان. وفي كل زمان أحب أقول لمستمعينا الأعزاء اللي يحبوا يشاركوا معانا ويكون ليهم أي سؤال للفنان الشاب المخرج عمر زكريا، أو اللي عنده نفس الموهبة اللي عند عمر كده وعايز يبقى مخرج في يوم من الأيام ويعني يمشي في مجال التصوير والإخراج، عليه بالاتصال بينا والمشاركة على رقمين تليفوننا 58 28 033 أو 012 72 5 33 77 6. عمر، يعني عايز أسألك فكرة إنك أنت يعني تعمل فيلم شيء مش سهل. هو مدة الفيلم اللي أنت بتعمله قد إيه؟ والله مش كله فيه 3 دقايق. يعني اخر فيلم ده اللي لسه هتكلم عنه ده اقصر فيلم. مش كده؟ ما هو كمان يعني ان انت توصل رساله في 3 دقايق ده يعني هو يمكن عشان انت مركز على ان الفيلم هيبقى على اليوتيوب، فيعني اللي قاعد بيتفرج على اليوتيوب لو تهيالي لو مثلا الفيلم استغرق 10 دقايق يمكن يمل. لكن 3 دقايق يعني شكل مختصر جدا جدا جدا،
ونقدر نقول ان هو بيوصل للنقطة الأساسية بسرعة. بالظبط، وده اللي انا فكرت فيه كمان، اني احاول اعمل حاجه بسيطه تبقى سهله للمشاهد او المتفرج على اليوتيوب ان هو يشوفها ويفتحها، ويعني سهل عليه. ولو عايز يعني مثلا شير او كده هتبقى سهله برضه في 3 دقايق يعني، غير لما تبقى حاجه ربع ساعه او كده. بيجيلك تعليقات على الفيديوهات اللي انت بتنزلها؟ بيجيلي كتير يعني. اغرب تعليق جالك كان ايه؟ والله يعني اكتر حاجه كمان يعني حصلت واكتر تعليق كمان يعني كمان وجعني قوي يعني. فيلم غير متاح اللي هو اخر فيلم اللي لسه هتكلم عنه دلوقتي، ده كان بيتكلم عن الام وكده. فلقيت يعني صديقه عندي على الفيس فقالت لي تخيل ان انا شفت الفيلم ويا دوبك بس ما عداش اقل من 5 دقايق وسمعت نفس الخبر اللي انا شفته في الفيلم. هو الفيلم بيحكي عن ام وشاب معاق ليها بيعوق ابنها يعني. ابنها بيعوق ليها يا ابني تعالى وصلني، تعالى خد مني الكياس الكلام ده. فبيقول لها لا ومش هاجي، طب خليها المره الجايه، وبيتكلم بذوق معاها. وبعد كده بيروح يكلم خطيبته او كده. عفوا، مش ولد معاق، هو ولد عاق. واحد عاق انا اسف. يعني انسان مش مطيع لامه يعوق لوالدته. انا اسف معلش. فبعد كده بيروح يكلم خطيبته او كده وبيكلمها كويس جدا وبيضعف معاها وبيتكلم وكده طب خلاص انا هلبس وجايلك. وخلاص هو نازل، تليفونه بيرن، والدته بتكلمه. بيلاقي واحد يعني راجل بيكلمه بيقول له البقاء لله والدتك ماتت وكده. لا حول ولا قوه. فالموضوع ده كمان كان شاغلني جدا، والفيلم ده فيلم واقعي وحصل بجد قدامي كتير جدا مع اقرب ناس ليا. فقلت لازم اتكلم في الموضوع ده يعني من خلال مجالي اللي هو الافلام، قلت اوصل الرساله دي. فكان في زميله عندي على الفيس فقالت لي تخيل انا شفت الفيلم ما يعني دوبك ما عداش 5 دقايق وسمعت نفس الخبر والدتها توفت وكده. فده كان اكتر تعليق كمان علق فيها جدا، علق معايا. يعني انت عايز تقدم رسالة من خلال الفيلم تقول لأي شاب أو أي فتاة، يعني للأسف شديد دلوقتي الولاد في مرحلة الشباب دايما بيبقوا بينزعوا لحتة التمرد والعناد. لا مش هخرج، لا معلش اخرج انتي، روحي شوفي انت هتعملي ايه، ده لأمهم يعني. ما بيبقاش يعني طيع ولين لأمه اللي كرست حياتها وتعبت كتير قوي قوي علشانه، في حين ان مثلا ممكن هو على رأيك حبيبته خطيبته بيبقى قد ايه طيع ليها. فيعني لازم ننتهز الفرصة دي في حياة أمهاتنا وأبائنا ان احنا نبقى يعني فعلا بنقدم لهم فضل وبنقدم لهم يعني بنرد فضلهم علينا بالزبط. بالطاعة وبالمعاملة الحسنة، خاصة يعني كل الأديان على فكرة بتحس على كده، مش بس الدين الإسلامي، يمكن المسيحية واليهودية بس بتحس على أن الأم مفضلة والأب والأم لابد أن يكون ليهم يعني رد على فضلهم علينا طول عمرنا. حلو قوي على فكرة أنك يعني بتتبنى قضايا إنسانية هامة جدا وبتتكلم عنها. والله هو انا اي حاجه بعملها بترجع لاحساس يعني الموضوع لو انا حاسه جدا ويعني خلاص يعني جات لي زي اشاره كده او تكه من جوايا ان الفيلم ده طالع من قلبي فبيوصل قلوب الناس ويا رب يوصل فعلا يعني ان شاء الله. احنا هناخد بس مكالمه تليفونيه مشاركه معانا. الو الو مفيش؟ لا اوكي. هنتوقف لمده دقائق لرفع اذان العشاء حسب توقيت المحلي للاسكندريه والبحيره. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أذن الشيخ فتحي صابر لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة. ما زلنا معكم سيداتي وسادتي على موجتنا موجة الإسكندرية وفترتنا المفتوحة الثقافية من خلال فترة مساء الخير يا اسكندرية. الآن نعود الحوار مرة أخرى مع الفنان الشاب المخرج عمر زكريا. عمر، كنت بتكلمنا عن آخر أفلامك. فيلم غير متاح. كمان انا عايز اقول ان الفيلم ده مش بس انا يعني بوجه رساله لحد معين، انا بوجه رساله ليا انا كمان، لان انا اكيد مقصر جدا مع امي، اكيد ده حصل معايا، فانا بوصل رساله لنفسي قبل ما اوصلها لحد. كمان انا عايز اقول ان الفيلم ده له مكانه خاصه بالنسبه لي وله وضع خاص، لان والدتي اليوم ده يعني قبل تصوير الفيلم كانت يعني قبل التصوير باسبوع كده كانت قلبها وجعها جدا، كانت تعبانه. سلام عليها. الله يسلمك. فلما جيت يعني صورت الفيلم وقلت لها بكره هصور وكده، فكانت طول اليوم تقريبا هي تعبانه جدا، بس مش عايزه تحسسني باي حاجه، مش عايزه يعني عايزه تكمل معايا ويعني وبتقاوم. لدرجه حتى بالليل بعد ما خلصت، انا بصور الفيلم في يوم مثلا يعني من 6 الصبح لغايه 6 بالليل ولا حاجه. والمونتاج يعني المونتاج هو اللي بيقعد 3 شهور مثلا ولا حاجه، لكن التصوير في يوم. فخلصت التصوير بالليل، لقيتها يعني قلت لها خلاص انا خلصت، قالت لي خلاص كده، قلت لها لقيتها وقعت مني، فيعني فتعبت جدا وكده. فالفيلم ده له وضع خاص بالنسبه لي يعني غير اي فيلم. له قصه انسانيه ونفسيه جواك فعلا جدا جدا. بس وزي ما قلت طبعا انا اي فيلم بعمله يعني بعمله من جوايا لحاجات جوايا انا بكون حاسسها يعني، فبتطلع كده. طيب، يعني كل حاجة في الدنيا ليها هدف، يعني الواحد يعني طول عمره عايز يعمل حاجة عشان هدف معين. انت ايه هدفك من خلال تصويرك واخراجك للافلام اليوتيوب ديت؟ يعني ايه هدفك منها، او بتأمل ايه في يوم من الايام؟ متخيل هتوصل لايه؟ هو طبعا الافلام انا بعملها لرساله، انا مش عايز حاجه اكتر من كده، ويعني ولا بسعى ان حد يدعمني ولا بسعى لكل ده. انا عايز اوصل رساله، اسيب حاجه بس الناس تفتكرني بيها بعد كده. وكمان يعني اكيد طبعا ليا هدفي طبعا ان انا عايز بعد كده يعني بعد كل ده عايز اوصل ليه. اكيد عايز اوصل ان انا اكون مخرج كبير، اعمل افلام سينمائيه طويله تنزل في السينما، تنزل في جميع الدول العربيه، الناس تشوفني، الناس تشوف انا بعمل ايه، اوصل فكري، الافكار، اوصل رساله للناس. اكيد ده هدفي يعني وبسعى له. طيب، يعني عشان تبقى مخرج اكيد برضو عديت نفسك اعداد جيد. يعني انت قلت لي انك رحت ورشة عمل لسعيد شيمي، رحت بعض الورش كده او الندوات عن الاخراج والتصوير وكده. لكن اكيد يعني الواحد عشان يبقى مثلا شاعر لابد انه يقعد يقرا دواوين شعر كتير وشعر متنوع وجاهلي وحديث وكده يعني. بالظبط. فانت يعني برضو عديت نفسك ازاي؟ يعني هل انت حريص على رؤية الافلام المصرية او الافلام العالمية؟ وايه الافلام اللي انت يعني بتعتقد ان هي مثلا محور انطلاق
في حياة السينما المصرية مثلا، او ايه الفيلم من الافلام العالمية اللي انت بتتوقف قدامه كتير وبتتوقف قدام تصويره كتير؟ والله هو انا طبعا اكيد بتابع افلام وبتابع حاجات زي كده عشان يكون عندي رؤية واقدر اعمل الافلام اللي انا بشتغل عليها دي. وكمان اكيد لو في عندي موهبة على حد قول الناس يعني، وعلى قدي لازم تثقل بالدراسة، لازم دراسة، لازم يعني اكمل ورش، اخد ورشة اخراج، ورشة تصوير يعني، اكمل غير التصوير كمان يعني، المونتاج، التمثيل، الكلام ده، بالاخص ان انا بشتغل لوحدي وبعدي على كل ده. والمخرج اصلا بيبقى يعني المخرج اب العمل، فلازم بيكون عدى على كل ده، على التصوير، على التمثيل، المونتاج، الديكورات، التأليف، اللبس، كل ده، الإضاءة، الديكور. كل حاجة ليها يعني مكانها في الفيلم، يعني في الخلاصة بتعمل الإجمالي بتاع الفيلم، إذا كان الديكور أو الإضاءة أو الصوت أو يعني شكل الصورة نفسها اللي طالعة، كل ده يعني بيؤثر على الفيلم. بالظبط. مم. بالظبط. بس فده مهم جدا ان انا يعني اكمل واخد ورش تاني وكده ودراسة، ده لابد منه. لكن ما فيش أفلام معينة مثلا في ذهنك كنت بتقعد تتفرج عليها عشان يعني تتعلم من تقنياتها مثلا؟ آه، يعني هو اكتر فيلم كمان اجنبي اثر فيا كان المخرج خوان انطونيو، كان المستحيل، ذا مم. امبوسيبل. الفيلم ده كان بيتكلم عن حادثة تسونامي، الفيلم ده اثر فيا جدا يعني، يمكن لحد الان هو في ذهني و يعني شاغلني جدا. واتفرج على المشاهد بتاعته، التصوير، الكادرات كانت عامله ازاي، الموسيقى التصويريه كانت حاجه فوق الروعه، فاثر فيا جدا يمكن طبعا. هم شديدهم دلوقتي على فكرة أفلام المتحولون والأفلام الناس الكائنات الفضائية اللي هتيجي وتستعمر الأرض، أو وجزء من الأفلام دي برضو إن في كوكب آخر غير كوكب الأرض الناس هتعيش عليه. الأفلام دي شغلاهم قوي بشكل غير طبيعي يعني. اه الحلم ده يعني معرفش ليه شددهم بشكل كبير قوي قوي، وتلاقي ان هم راصدين يعني قدر رهيب من الفلوس والصرف على الافلام دي، وتلاقيها ان هي تقنياتها عالية قوي 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 قوي. الافلام دي مش بتشدك ولا حاسس ان هي يعني ايه من ورا الخيال شوية، فمش مش شداك؟ اكيد بتشدني برضو، بس يعني مش عارف، بس انا يعني ما بروحش قوي يعني للقصص دي، اكتر ما بروح للحاجات اللي هي المؤثره قوي والحاجات اللي فيها فكر، الكلام ده. هو انا عارف ان الناس كلها تقريبا بتهرب من الواقع وعايزه حاجه خيال، عايزه حاجه تعيش فيها، وانا معظم افلامي واقعيه، والواقع بتاعنا للاسف نقدر نقول ان هو مؤلم جدا. الواقع صعب جدا بالنسبه لنا، فانا بجيب الواقع زي ما هو مباشر كده. بس فيمكن ده حاجه ممكن تضايق الناس، لكن اي حد بيبقى عايز حاجه غير واقعيه، حاجه تاخده كده لعالم تاني. بس عشان كده الافلام دي بتنجح يعني، الافلام دي يعني وكويسه جدا وانا بشوفها طبعا. هي يعني شغلاهم قوي قوي. الواحد بيرجع يعني لما بيتفرج على الفيلم من الافلام دي وليها كأنهم ما عندهمش مشاكل بالفعل، فبيدوروا على ما وراء الطبيعة، ما على وراء حاجه بالظبط، على الخيال. حاجه خيال، على حاجه غير واقعيه مش موجوده يعني. صحيح. طيب اسمح لنا ان احنا برضو نطلع فاصل غنائي ونكمل الحوار بعد الفاصل. العمر كله عرق ودموع وشبع او جوع وغنى وحرمان، مين اللي يسوى وما يسواش بفلوس وبلاش نتسمي كمان، نسمع كلام زي الكرابين ويقولوا عنا اللي ما يتقال، وشقنا بيسموه تهريج وحرق دمنا لعب عيال، واحنا نهاتي يوماتي ليلاتي آلات وآلاتي وبنقول فن، والجمهور فين ما هو له ودنين يسمعنا منين قربت اتجن. عين علينا يا أهل الفن يا عين علينا راسا، عين علينا يا أهل الفن يا عين علينا راسا. هي دي دي داي دي 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 فنان وبيسموه فنان، ده ماهوش إنسان ومالوش حقوق، مالوش
ملوش حق يروح في النوم ولا يعيا في يوم ولا بد يروح، ومستعد لازم على طول ان شاء الله امه تموت وابوه، واي عذر ماهوش مقبول، ولو عطش ما يقولش مبوه، وهي بس رتوش على وشه نقوش تطلع بفشوش واسمه بتاع فن، وكتير ينادوه وكتير يعادوه وكتير حسدوه خيبة نمبر 1. عين علينا يا اهل الفن، عين علينا عين علينا يا اهل الفن، عين علينا. ما بيحسدوش ليه ناس تانيين اصحاب ملايين من صنف قارون، بيكسبوها في غمضة عين او في دقيقتين والطم يا قانون. اما ولسه معاكم مكملين حوارنا مع الفنان الشاب المخرج عمر زكريا، وهنرجع تاني لكلامنا عن الافلام. يمكن من يعني اسبوعين او 10 ايام بالظبط كان في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. تمام. ما كنتش حريص ان انت تروح تشارك في المهرجان؟ بالفعل انا شاركت في المهرجان ده، بس كان على هامش المهرجان. الفيلم اتعرض في معهد السينما، كان برنامج سينما الغد ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. رحت بالفعل، عرضت فيلم نقطة ضعف، ويعني حصل زي ندوة كده او مناقشة مع دكاترة المعهد وعميدة المعهد استاذة غادة جبارة. بس فشاركت بالفعل في المهرجان على هامش المهرجان. ده كان مدته قد ايه بقى الفيلم ده؟ ده كان 10 دقايق برضو. 10 دقايق. وسينما الغد اللي هم بيقصدوها هي نفسها نفس فكرة الافلام بتاعتك؟ اكيد برضو في افلام قصيره وكده بتتعرض، وانا كان نفسي اشارك فعلا في حاجه زي كده، بس يعني ما حصلش نصيب ساعتها، فشاركت في هل يعني كنت حريص ان انت تتفرج على الافلام اللي موجوده بقى على هامش المهرجان او تحت عنوان سينما الغد عشان تبقى عارف ايه الموضوع بالظبط، او يعني ناس تانية زيك شباب زيك بيفكروا ازاي بيعملوا ازاي؟ كان نفسي برضو اشوف الافلام، بس للاسف ما شفتش الافلام دي خالص. لكن في اي مهرجان تاني بتابع الافلام وببقى مهتم جدا، لان اي مهرجان بطلع منه لازم بطلع بفايده. بشوف افكار المخرجين التانيين بيفكروا ازاي، افلامهم عامله ازاي، اللي بيكسب عليه اساسي، يعني فيلمه كان عامل ازاي يستاهل وكده. بس فبيهمني طبعا ان انا اشوف الافلام غيري يعني. طيب هناخد بس فاصل غنائي ونعود مره اخرى للحوار. اسكندرية الصبية ونيت امبارح، اموت في عودها السرح وفي رمشها السارح. اسكندرية الصبية ونيت امبارح، اموت في عودها السرح وفي رمشها السارح. شرح هواها وشعورها شبك والطارح عالبحر، والبحر في مني العيون مارح. اسكندرية عروس بحرها المالح. اسكندرية الصبية بنيت امبارح، اموت في عودها السرح وفي رمشها السارح. اسكندرية الصبية بنيت امبارح، اموت في عودها السرح وفي رمشها السارح. شرح هواها وشعورها شبك والطارح عالبحر، والبحر في مني العيون مالح. اسكندرية عروس بحرها المالح. يا اسكندراني يا بستاني في جناين الريح، يا اني جواك سما وشمس وغنى مريح. يا اسكندراني يا بستاني في جناين الريح، يا اني جواك سما وشمس وغنى مريح. احلى ما فيك يا ولد انك جدع وصريح وطيب القلب،
بحرها المالح لسه مكملين معاكم على موجتنا موجة الإسكندرية. معنا اتصال تليفوني. ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا مدام منى؟ المجد اقعد مع حضرتك. أهلا بيكي. اهلا بحضرتك. استاذ مجدي فكري ونصحح بالفنان عمر زكريا. ايوه طبعا انا بشكرك قوي على حلقه عادل حراس، كانت جميله جدا، وبشكر استاذ مجدي عليها، وانتشارها كترونا من الادباء كده اللي ليهم فكر منير وكده. شكرا يا مجدي. انا بس بشكر طبعا عمر زكريا، بقول له انت برافو عليك انك شاب واعد كده، وان احنا ما بنكرهش الواقعيه او المشاكل الواقعيه، لا احنا بنحبها، بس عاوزين الواقعيه اللي تركز على السلبيات وتحاول تعالجها، لكن مش الواقعيه اللي تنشر السلبيات. يمكن السينما الايام دي كلها الواقعيه بيقولوا العيوب اللي بتظهر السلبيات وبينشروها، سواء الالفاظ البذيئه، العادات الوحشه، الادمان، الحاجات دي. احنا مش عايزين كده، احنا عاوزين الواقعيه اللي ترفع المجتمع، مش تنزل بيه. طبعا فطبعا ترسخ القيم الجميله بتاعت قيم الجمال والحق والخير في المجتمع. ايوه مش تجيب اسوأ ما فينا يعني. مش اسوأ ما فينا وتنشره، يعني بتحاول تنشرها بسبب انها تشارها في بدايه المجتمع المصري كله. طبعا انا بتمنى لك مستقبل ان شاء الله باهر باذن الله، ان شاء الله باذن الله. ربنا يكرمك يا رب. وبشكركم قوي على الحلقات الجميله، بصراحه انا بستمتع بيكم كل يوم اثنين، والله بستمتع جدا واسمع الحلقه من اولها لاخرها، وان شاء الله دايما كده في تقدم، وان شاء الله باذن الله لك مستقبل باهر زي عمر زكريا ان شاء الله باذن الله، وربنا يوعدك باذن الله بالاحسن والاحسن، وتنظف السينما المصريه من الموجود فيه. مش معنى كده ان في السينما كلها وحشه، لا، لان هنيدي برضه بيقدم افلام حلوه زي تيتا رهيبه، تحس برضه فيه بيعودنا على قيم حلوه، نحترم الكبار وكده. لكن في اغلب السينما 90% كلهم تجار وبيدوروا على التجاره، لكن احنا نتمنى الجيل الجديد. بالعكس، هو دي تجاره زي ما انت قلت يا استاذه ماجده، ان احنا جايبين عمر كنموذج لشباب مصري، في شباب مصري جميل وبيحاول وبيجتهد ويعني عنده امل، ويعني بيبص بعين حلوه للمجتمع. لا، ما هو عمر ده حاطين امل ان السنه اللي جايه ان شاء الله تبقى سينما نظيفه، سينما ترفع المجتمع مش تنزله ان شاء الله باذن الله. المستقبل باهر باذن الله ان شاء الله باذن الله. وطبعا الجمهور اللي بيتكلموا طبعا المثقفين بتوع الكمبيوتر باذن الله ان شاء الله باذن الله مستقبلك حلو يا عمر ان شاء الله باذن الله. تمام، ربنا يكرمك. شكرا جميل لعمر يعني جدا ليك والله يا فندم، كبير. شكرا على المداخله الجميله دي يا فندم. الله يخليك يا رب، الله يكرمك. يمكن عمر وصلت حال المطربه الفنانه سحر صالح. هناخد فاصل كده لغايه ما نسمع اغانيها. يمكن يا عمر المكالمة اللي سمعناها من أستاذة ماجدة دي بتشجعك إنك أنت تفضل في نفس الخط ده، إنك تجيب قيم المجتمع الجميلة، وبلاش إحنا بقى نجيب قاع المجتمع بما فيه من السيئات، يعني إن إحنا برضو بنحاول نرسم صورة للمجتمع، بنحاول نرقب المجتمع. وزي ما البعض بيقول إن الفن رسالة،
ولا يا منال؟ طبعا اكيد اكيد. بالظبط، انا بحاول والله اعمل كده يعني في شغلي، وبحاول اشتغل على نفسي كتير والله. مش عايزينك تدخل في موضوع التجاره ده بقى والبيزنس وبتاع. لا والله يعني لا انا عندي رساله، ويعني هفضل على كده على طول باذن الله، يعني ما اعتقدش ان انا هنجرف لاي اتجاه تاني او كده. بس انا كنت سعيد جدا بصراحه بالمكالمه دي، وادتني حافز يعني، شجعتني بصراحه والله. يعني اسمح لنا بقى ان احنا نسمع سحر. ازيك يا سحر؟ ازيك عامل ايه؟ متأخرة علينا في الميعاد انما زي بعضه. معلش عامل ايه بس المواصلات. اغانيك هتشفع لك معانا، لان عايزين نسمعك والمستمعين يسمعوكي كمان معانا. تمام. سحر صالح، نقدمك عضو فريق او فرقة ابو قير للموسيقى العربية. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. تسمعيني النهارده؟ طبعا بمناسبة طبعا الاوضاع واللي احنا فيه، طبعا انا هقدم طبعا اول اغنية طبعا في حب مصر. ايوه. اسمها يا حبايب مصر. جميل جميل. للفنانة طبعا العظيمة المطربة علياء التونسية. عليا اتفضل. مطلوب من كل وطني، من كل وطني، مطلوب من كل مصري، من كل مصرية، مطلوب من كل وطني، من كل وطنية، مطلوب من كل مصري، من كل مصرية، من كل أب، من كل أم، من كل أخ، من كل أخت، ما تقولش هدتنا مصر ونقول هندي لمصر، ما تقولش هدتنا مصر ونقول هندي لمصر. يا حبايب مصر، يا حبايب مصر، مصر مصر مصر، يا حبايب مصر، حبايبنا. جميل يا سحر. ايه رايك يا عمر؟ جميل جدا والله. جميل جدا. ما تفكرش تشتغل معاها فيلم بقى، تجيبها بدل السيلفي طبعا. بقى؟ الفيلم الجاي بقى خلاص. الفيلم الجاي تبقى نشتغل مع بعض بقى. البطلة بتاعتك سحر بقى. مطربة معاهم. طبعا. نتكلم عن المطربين الشباب بقى والاغانيهم كده ممكن يعني. لا جميل والله ما شاء الله يعني. قول لي يعني لو اتجهت للفيلم الروائي القصير او الفيلم التسجيلي، اول حاجة في ذهنك تعملها ايه؟ موضوع يعني. ما هو الموضوع الاول يعني انا بحضر عليه، ببدا اشتغل عليه الاول، اشوف القصه عامله ازاي، وبعد كده ببدا انفذها. يعني بكتب طبعا يعني السيناريو. لكن طبعا يعني خلاص احنا في ناس سمعتها كتير. هل متاح ان حد يدي لك سيناريو وتعمله، يدي لك فكره تنفذها؟ ممكن ممكن، بس يعني انا بالنسبه لي يعني بتحاول تفرق نفسك اكتر ان انا الف القصه وابدا اشتغل عليها، لان بتبقى طالعه من جوايا، ببقى حاسسها جدا. ف يعني بحاول اعمل كده. انت ممكن على فكره يعني حد يديلك قصه فانت تقراها كويس جدا وتعمل لها انت السيناريو بتاعها. يعني مش شرط تكون قصتك انت، ممكن تكون قصه حد تاني وانت تقراها وتعمل لها السيناريو، وبالتالي تبتدي تشتغل علل السيناريو اللي انت عامله. تمام ده ممكن. مثلا مش هتنيك طول عمرك انت اللي هتالف الموقف وانت اللي هتعمل طبعا وانت اللي مش هبقى كله سيلفي بقى، يبقى كله هتبقى انت الوان مان يعني. شو لكل شيء، صعب ده برضه. بالظبط يعني انا ممكن اعمل كده يعني. تمام. بس انا بقول يعني افضل ليا ان انا يكون معايا حاجه طالعه مني انا، وببدا اخرجها واشتغل عليها، يعني بتبقى افضل، بتطلع مني اكتر باحساس. عمر، شاركت في مهرجان السينما اسكندريه السينمائي اللي فات؟ كان في مهرجان الشباب على هامش هذا المهرجان يعني. تمام. شاركت في مهرجان اسكندريه في مركز الابداع. بالظبط كده. وافلامنا اتعرضت في مركز ابداع. شاركت معاهم يعني. كان لهم مجموعه، كان حوالي 20 اكتر من 20 فيلم تقريبا. كان 32 فيلم. حاجه 30 فعلا. كنت انا من ضمن الفريق، وعرضت فيلم في مركز الابداع وشارك في المهرجان وكده. كان رأي اللي شافك ايه؟ والله يمكن تجربه يعني جديده طبعا يعني بالنسبه لان كان معاك عتاوله في كانت معاك مخرجين محترفين جدا في الفيلم التسجيلي والوثائقي والروائي القصير يعني. يعني الانتقادات اللي وجهت لك بقى ايه بس يعني عشان تستفيد منها طبعا. لا هو اللي كان مدير الندوه كان استاذ دانيال. انا عايز طبعا اشكره جدا. و يعني الناس كان تعليقها على الفيلم يعني كان كويس، لان يعني
ما ينفعش انت تتعلق على حاجه ما فيهاش شغل كتير، علشان يعني هتعلق على ايه؟ ما فيهاش حرفيه كتير قوي بالظبط، هتعلق على ايه؟ لكن كفكره او كده، استاذ حد دانيال قال لي يعني الفكره كويسه جدا، عملت حاجه واشتغلت عليها كويس جدا. انا ممكن اقول مثلا تعليقات، فكره فيها وراها فنان، يعني اقل ما يوصف به انه وراها فنان. بالظبط، وان انا ليا رؤيه اخراجيه او كده بحاول يعني انميها حتى واشتغل عليها، وبتطلع يعني بعمل حاجه بيها، يعني توصل حاجه. انا عايز اقول بس حاجه، التعليقات يمكن اللي جات لي كانت في مهرجان ابداع 2 اللي خدت فيه مركز اول اسكندريه. اتصعد بعد كده للجمهوريه، وكان لجنه التحكيم قالوا لي يعني الفيلم له سلبيات وله ايجابيات. كانت السلبيات اللي هم اتكلموا عنها ان انا كنت شغال كل حاجه لوحدي، ما ينفعش السينما انك تعمل كل حاجه لوحدك ومع نفسك. وكان في بعض مشاكل في شويه يعني في بعض التصوير، في الاضاءه والكادرات وكده. الايجابيات ان انا برضو كنت عامل كل ده لوحدي، فانت ازاي عملت كده؟ في دماغك السيناريو ودماغك افكار التمثيل. هو طبعا جميل جدا انك تقتحم بقى هذا العالم بجديه بقى، وانك انت تشتغل وتقدم افكارك وتقدم ابداعك يعني للمهرجانات دي طبعا يعني. بحاول والله، وكمان انا عشان نطاقي النت واليوتيوب والمهرجانات وكده، لان بعمل افلام مستقله، فده النطاق اللي انا بشتغل عليه. طيب لو سألناك تحب تسمع ايه من سحر صالح المطربة في فرقة ابو قير للموسيقى العربية اللي مشرفانا في الاستوديو دلوقتي، تحب تسمع ايه؟ اي حاجة بقى كويسة منك بقى، اي حاجة سمعنا يا سحر. هسمعكم برضاك لأم كلثوم. جميل قوي. بتختاري عتاولة مع ان هي يعني انا قلت لها قبل انك قريبة من نجاة شوية، صح؟ او ممكن تجيب وردة حلوة كمان، بتجيب وردة حلوة قوي على فكرة. لما نسمع نجاة يعني قبل ما هنختم لازم تغني حاجة لنجاة، حاجة الوردة. لا انا جات يلا برضاك يا خالينا رغبتي ورضاي، خلقت صوتي ويدك طورت برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضا، أبلغ بصوتي يا ربي، أبلغ بصوتي يا ربي مقصدي ومناي، لما أناجيك، لما أناجيك، لما أناجيك، لما أناجيك، ولما تستمع شكواي. جميل صح، جميل قوي قوي. لا عايزين بقى نسمع حاجة بقى لنجاة بقى، شوفي بقى حاجة لنجاة. ماشي، نسمعك عيون القلب. جميل حقيقي حلو. عيون القلب سهرانة ما بتنامش، لا أنا صاحية ولا نايمة، ما بقدرش يبات الليل، يبات سهران على رمشي، وانا رمشي مدى النور، وهو عيونه تشبع نوم، وانا رمشي مدى النور،
وهو عيون تشبع نوم وروح يا نوم من عين حبيبي روح يا نوم. مش بقول لك نجاة يعني تبدعي في نجاة. ايه رايك يا عمر؟ جميل جدا والله ما شاء الله، الصوت رائع بصراحه. عمر بتنزل شغلك على النت طبعا اساسا يعني. النت، اليوتيوب، الفيس. ليك يعني اهم التعليقات اللي بتجيلك يعني؟ انا حتى قلت في اول برنامج كان تعليق جالي كان عن فيلم غير متاح. يعني انا جالي كذا تعليق طبعا، بس يمكن ده اكتر تعليق. يعني بيجيلك التعليق سلبي اكتر ولا ايجابي ولا ايه بالظبط؟ لا ايجابي الحمد لله. الحمد لله. الناس بتتبسط من شغلك يعني. كان اكتر تعليق كمان انا قلت حتى في اول برنامج ان كان فيلم غير متاح عشان بيتكلم عن الام وكده، وفي نهايه الفيلم الام بتموت. فجالي تعليق من زميله عندي على الفيس، قالت لي يعني انا شفت الفيلم وما عداش اقل من 5 دقايق وسمعت نفس الخبر ووالدتها توفت وكده. فهي كانت يعني استغربت ان هو الواقع هتكرهك ان هو يعني ازاي كان الواقع اللي حصل لها ده شافته من شويه في فيلم يعني. طب اللي بيحب يتابعك على النت بقى بيتابعك ازاي يعني؟ اللي عايز يشوف افلامك بقى. يعني هو انا عندي على الفيس يعني عمر زكريا على الفيس الاكونت، وعلى اليوتيوب عمر زكريا. يعني مثلا لو كتب على على اليوتيوب فيلم نقطة ضعف او فيلم غير متاح ويدخل على القناة هيشوف الافلام وكده. يعني متوقع نشوف الفيلم الجديد امتى ان شاء الله؟ يا رب والله يا مسهل. انا شغال دلوقتي اهو بحضر حاجة والله. اكيد اول ما اخلصها هكون معاكم يعني باذن الله. هتبدأ تستعين بكاست امتى بقى المرة الجاية بقى ان شاء الله؟ يعني انا ناوي ان شاء الله اللي جاي على طول يكون في حد معايا يعني. يعني عايز يبقى حد معايا، مش عايز يبقى كل شباب واحد برضه طبعا اكيد كله شباب يعني. مش كده؟ بالظبط. بالاخص انا زي ما قلت برضه في الاول يعني يمكن اسكندريه مليانه فنانين ومليانه مبدعين ومليانه شباب بيفكر وبيكتب وبيمثل. اسكندريه ولاده بالفن اصلا يعني كمان عشان انا لما انا قلت في اول البرنامج ان من 5 سنين لما رحت للناس وكده وقلت لهم ما كانش في حد مؤمن بافكارك، يمكن دلوقتي خلاص انت اتعرفت وكده الى حد ما يعني، ويعني الناس شافت اعمالك، شافت فكرتك عامل ازاي. ف يعني اكيد لو احتجت حد يعني ويمكن ده يعني اللي بيسمعنا ده يمكن ده بيخلي الانسان ما ييأسش ابدا ولا يعني يحبط ولا يكتئب. لا لازم اذا قابل فشل في اول مره لازم يقابل فشل تاني مره، لكن ثالث مره لازم هينجح بالظبط، ورابع مره هيواصل. المهم انه يواصل طريقه، ما يبقاش فيه يعني عدم اصرار، ما يبقاش فيه يأس، ما يبقاش فيه تشاؤم. بالظبط. وده اللي انا بقوله دايما تخليك ورا حلمك. وده اللي انا حتى بقوله والله يعني في اي مكان في اي برنامج بقول يعني بجد اي حد عايز اي حاجه طالما مؤمن بفكرته وبيسعى لها بجد لازم بيوصل لها، ولازم ربنا بيديها له اي حاجه انت عايزها. صحيح. ويعني كمان شعوري بقوله حتى في اي مكان بروحه يعني ان شاء الله احنا نوصل له للنجاح وباكتساح ان شاء الله. جميل. تعبير جميل ده واقع يعني نوصل له للنجاح وباكتساح. سحر انت برضو بتحلمي بايه؟ انا برضو بحلم بمستقبل باهر طبعا. برضو قابلتك صعوبات في الاول زي عمر كده ولا برضو كانت الموضوع سهل؟ لا الموضوع ما كانش سهل خالص. قعدت طبعا فترة طبعا عشان ادخل طبعا المجال الفني اللي انا فيه. ساعات كتير جدا لحد لما صادفت حد من زملائي معايا في الجامعة. هم طبعا اللي ساعدوني في موضوع طبعا فرق اسكندرية وكده. وابتديت في مهنة الغنى وكده من حوالي 2 سنين. وابتديت بقى احاول ان انا اشتغل على نفسي اكتر واكتر، وان شاء الله باذن الله يعني مصرة توصلي او مصرة على النجاح باكتساح زي ما بيقول عمر. اكيد طبعا يعني ربنا بيقول اسعى وانا اسعى معاك، وهو ده طبعا انا بحاول ان انا اشتغل عليه. جميل. طيب سمعينا بقى ايه حاجة الوردة برضو. سمعك وردة في يوم وليلة. في يوم وليلة. جميل. تيراراريرا تيراراريرا تيرارارارا تيرارا في يوم وليلة في يوم وليلة ذقنا حلاوة الحب كله في يوم وليلة
أنا وحبيبي حبيبي حبيبي دوبنا عمر الحب كله في يوم وليلة عمري ما شفته ولا قابلته وياما ياما شغلني طيفه عمري ما شفته ولا قابلته وياما ياما شغلني طيفه وفي يوم لقيته هو اللي كنت بتمنى شوفه نسيت الدنيا وجريت عليه سبقني هو فتح ايديه بصينا رحنا على بحر شوق فضلنا نشرب ودوبنا فيه ومن يصدق اجرى ده كله ونعيش سوا عمر كله في يوم وليلة ليلة جميل. حلو قوي قوي، برافو عليكي يا أنيس. حلو قوي قوي. وفي يوم وليلة كده هناخد من كلام سحر، وإن شاء الله في يوم وليلة بإذن الله يعني نلاقيكوا يعني من الشباب الواعد الجميل تبقوا نجوم كبار قوي قوي، ونستضيفكوا بقى وانت المخرج الكبير عمر زكريا والمطربة الجميلة سحر صالح. إن شاء الله بتمنى لكم، وأكيد برضو مجدي بيوافقني نفس التمني طبعا. ده إن انتوا في يوم من الأيام طول ما انت عندك حلم لازم يعني تسعى ليه، ولازم هوصل له ان شاء الله، تمشي وراه ما يتحقق. اكيد ان شاء الله لازم بالايمان ده على فكره هتوصل للكثير ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. يعني احنا سعدنا جدا بوجودكم، للاسف الشديد طبعا الوقت دهمنا وخلاص فاضل يعني نص دقيقه وفترتنا تنتهي. بشكر الفنان المخرج الشاب عمر زكريا والمطربه الواعده سحر صالح عضو فريق ابو قير للموسيقى العربيه. نشكركم جدا ويعني نتمنى لكم نجاح وتألق، وانتم نماذج حلوه للشباب بنحاول نقدمها من خلال الفتره الثقافيه المفتوحه كل يوم اثنين يا منال، ولان الشباب هو مستقبل مصر اللي جاي ان شاء الله، هو بكره. ويعني احنا برضو يعني بنشكر الزميل العزيز استاذ مجدي فكري على اختياراته، دايما بتختار لنا نماذج رائعه الحقيقه. انا بشكركم جدا طبعا، وبشكر كل اسره البرنامج واستاذ مجدي واستاذ منال والفنانه الجميله المطربه سحر. انا بشكرك كتير. ومعاكم الفيلم جاي ها؟ اكيد طبعا. خدها وان شوت كده على طبعا والله كفايه صوتها والله ما شاء الله يعني. فشكرا بجد وعليكم واهتمامكم بالمواضيع اللي زي كده والشباب، ويعني ان شاء الله اللي جاي احسن يعني. شكرا لك يا عمر. وانا بشكر طبعا استاذ مجدي، وبشكر طبعا اسره البرنامج كله، وبشكر منال على استضافتهم للمواهب الشابه، وميرسي كتير. ميرسي ليكي، ربنا يخليك يا رب. وطبعا يعني مش هننسى بالشكر الكبير لزميلنا العزيز محمد عبد السلام بلمساته الجميله. بشكرك جدا يا محمد. ومستمعينا دائما معكم على موجة الإسكندرية ومساء الخير يا اسكندرية. غدا فترة جديدة مفتوحة من فتراتنا، ومن يود التعرف على ما هو الأكل الصحيح لكم غدا فترة غذائية مع زميلة ريهام البنديري ودكتورة نجوى عصام الدين. بشكركم جدا وإلى اللقاء. تحياتي وشكري لكل الأصدقاء.